ودي كانت المحاولة رقم 26 عشان أصحى فيها بدري وأظبط يومي. ولم أكن أتوقع إني ممكن أقول كده في يوم من الأيام، لأنه كان حلم عندي إن أصحى الساعة 2 الظهر بدل الساعة 6 الصبح دي. ولكن اكتشفت إن الصحيان بدري دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. برغم إني قدرت إن أنا آخد راحتي في النوم، بس بقوم حاسة بضيق في صدري، اللي هو لأ، أنا عاوزة أصحى بدري، مش هينفع كده. واكتشفت برضو إن مش شرط خالص عشان قعدت في البيت إني أنزل وأتمشى وأخرج. أهم حاجة هنا إن أنا مش عاوزة انتقال للأرضيات، لأن هي ديت أرضيات شقق الإسكان الاجتماعي، بمعنى أصح بختك يا أبو بخيت، كل واحد ونصيبه. وفكرة دعك الأرضيات بالمقشة وتكون مخصوصة طبعا لكده، دي تحفة. أنا مسحي في البيت كله بقى بالموب والمقشة، والمية بحط فيها معطر ومنظف أرضيات اللي هو أوقات أوكسي يعني. ما كنتش قادرة أفطر أول ما صحيت، فخلصت أول أوضة وبعد كده فطرت ودخلت على المطبخ. نرجع لموضوعنا. إني اكتشفت يا بنات إني بقيت أحس إن حركتي بقت تقيلة، وإني ببقى تعبانة وأنا في الشغل، ولكن كنت حاسة إن أنا باحاول أخرج وأتحرك عشان ما أحسش إن يومي كله وعمري كله الشغل سارقه. ولكن دلوقتي بافرك في الشقة فقط، ده آخري. مش بانزل أبدًا بالقدر اللي أنا كنت متخيلاه نهائي، وإن كنت أتمنى إن أكون بانزل gym وأتمشى وأعمل حاجات كتير، بس بابرر لنفسي ده بإنه أجواء شتا وكده يعني. ولكن في الوقت الحالي أنا نفسي إن أنا أرجع تاني بنفس الحركة اللي كنت فيها أيام الشغل. المهم إن أنا صحيت قلت هروق ترويقة عميقة جدًا للأوض الصغيرة، فبدأت بأول أوضة. إحنا امبارح كانت من نصيب أوضة النوم، وكل يوم هنعمل حاجة. فتحت الشبابيك زي ما شفتوا، وشلت كل حاجة، وخليت خليت الغرفة زي ما انتوا شفتوا كده، اللهم لك الحمد يعني. وطبعا عشان بنتعامل بحرص مع غسالة الأطباق المقموصة، فغسلت أنا الأطباق على إيدي، وبدأت أحس إن أنا بهون على نفسي بإنه أنا فعلا الرغاوي الصابون بتفرق في نفسيتي جدا. فبدأت أقول دي حاجة تبسطنا، حاجة تسعدنا، عشان ما نكسلش. برغم اني كنت متوقعة ان انا هعمل محمر ومشمر اول ما اقعد في البيت، ولكن انا من ساعة ما قعدت دخلت المطبخ ايام معدودة حرفيا. حاسة في حاجة غلط بتحصل، بس انا مش قادرة احط ايدي عليها، مش عارفة المشكلة فين يعني. المفروض ان انا ابقى على العكس تماما، ولكن كنت على العكس تماما اول يومين تلاتة، بعد كده مش عارفة. الريسبشن ما كانش مبهدل ابدا. انا اديته ترويقة سريعة، كان محتاج حاجات بس تترص في مكانها وخلاص كده. وزي ما قلت لكم اكتر حاجه بحبها في التنظيف وفي تحسين نفسيتي هي الرغاوي، فاي حاجه قدامي ينفع ان انا اغسلها ما بستخسرش. كنت سألتكم على منظم للمطبخ احط فيه كل الحاجات اللي شفتوها على الرخامه دي، ولكن محدش قال لي، فلو حد يعرف يا ريت يجاوبني. وكده الريسبشن كان خلص الحمد لله. كمان كان في شويه غسيل طبقتهم ورصيتهم. وندخل على الغدا. معلقه سمنه عليهم بصل متقطع جوانح، يفضل لو بصل ابيض، عليه معلقة سكر عشان يتكرملوا. وبعد كده قطع اللحمة نقطعها صغنن خالص، ونسيبها كده بدون أي ما نضيف أي حاجة لحد لما تتشمع. أول ما تاخد صدمة ننزل ب7 بهارات: فلفل أسود، قرفة، كزبرة ناشفة. وأوعدكم إن انتوا هتاكلوا أحلى كباب حلة في حياتكم. نسيبها تنزل ميتها، وكل شوية نزود ربع كوباية مية لحد ما تستوي، وقدميها مع طبق رز بشعرية تحفة. وألف هنا وشفا، واشوفكم في فيديو جديد. وبس يومنا كده خلص، وباي باي.